على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كله يسيب اللي في ايده، كل اللي مركز في حاجة يسيبها وتركز معايا. والكلام للكل، ست البيت اللي بيدرس اللغة الإنجليزية، الطالب، أي حد مهتم باللغة الإنجليزية. النهاردة ليك فيديو جديد ومقطع صوتي جديد هيفيدك في نطق الكلمات وهيساعدك على الحفظ بمنتهى البساطة. طبعا يا جماعة معاكم إن شاء الله بإذن الله، لأن أنت توصل للقمة في القراية أولا. بعد كده كل شيء في الإنجليزي هيبقى سهل. لو أنت قريت كويس هتقدر تحفظ، حفظت كلمات هتقدر تتعامل مع اللغة بمنتهى البساطة. مش هطول عليكم ونخش في الموضوع. النهاردة المقطع الصوت يا جماعة هي كلمة انت عارفها او اغلبكم عارفها، اللي هي old. وكلمة old دي معناها قديم او كبير. ايه الفرق؟ old مع الاشياء بتيجي بمعنى قديم، مع الاشخاص بتيجي بمعنى كبير في السن وتيجي بمعنى عجوز. لو قلت old man يبقى رجل كبير في السن. لو قلت old car معناها عربية قديمة، مش عربية كبيرة في السن. تعالوا كده بقى نشوف المقطع جوه الكلمة. طبعا هنا الكلمة بادئة بحرف السي، والسي هنا يا جماعة هتنطق زي الكي أو الكاف، لأن احنا اتفقنا قبل كده وقلنا في فيديو قبل كده إن السي ليها نطقين، يا إما تنطق زي الإس يا إما تنطق زي الكي أو السين والكاف. إمتى تنطق زي السين؟ لما بيجي وراها فقط الإي والآي والواي، غير كده بتنطق كاف. يبقى هنا هتنطق السي كاف. الحمى بقى في الكلمة أو المقطع الصوت اللي احنا قلنا عليه old تبقى الكلمة إيه؟ cold. كلام سهل وكلام بسيط ومفهوش أي مشكلة. اللي بعديها حطينا حرف الإس، sold يعني مباع أو حاجة اتباعت. شلنا الاس حطينا الاف بقت ايه؟ فولد معناها طي او يطوي، وتيجي بمعنى غطاء للراس. بعد كده الكلمه اللي بعديها بولد، حطينا حرف البي والبي زي البي اهو، تبقى الكلمه ايه؟ بولد معناها جريء او جريئه. حطينا حرف الام، مولد. لاحظ كده في كل الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه بنقسم المقاطع او بنديكم مقطع جديد كل يوم هيسهل عليك عمليه الحفظ. يعني النهارده انت حفظت دي، سهل قوي ان الحرف اللي هيتحط يبقى حافظ الكلمه بتاعته وتقدر تكتبها لوحدك. زي كلمه مولد، وكلمه مولد يعني قالب. شلنا الام حطينا التي بقت ايه؟ برافو، تولد. شلنا التي وحطينا الاتش، واتفقنا يا جماعه ان الاتش بينطق اهي، هولد. هولد يعني ايه؟ يمسك. شلنا الاتش وحطينا الجي هتبقى ايه؟ جولد. جولد يعني الذهب. بعد كده المقطع الاساسي في كلمه اساسيه اللي هي اولد، واتكلمت عليها منذ لحظات، معناها قديما او كبيرا في السن. حطينا حرف الدبليو، والدبليو يا جماعه متفقين ان هو بينطق واو، تبقى ايه؟ وولد. وكلمه وولد يعني ارض ايه؟ خضراء مرتفعه، ارض خضراء ايه؟ مرتفعه. ده بالنسبه يا جماعه للمقطع الصوتي بتاع النهارده اللي هو اولد. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم واستفدتوا منه بما يرضي الله شاركونا في القناه ودعمونا بلايك وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد وكل المقاطع الصوتية. بعد انتهاء من المقاطع الصوتية إن شاء الله هنبدأ في الجرامر وهنسهل عليكم عملية القواعد بتاعت اللغة الإنجليزية. انتهينا في كورس كامل إن شاء الله بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. كنتم مع مستر رمضان مهران في قناة رمضان أونلاين، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.